أحد أنواع الطيور المغردة. تمتلك طيور المقنين ذيلاً مسنناً يتخلله الكثير من الريش ذو اللون الأصفر فاصلة، كما أنها تمتلك مناقيراً حادة ومدببة وذات شكل مخروطي. يمكنها من التقاط وتناول الحبوب. كما تتغذى طيور المقنين على الأعشاب وبعض أوراق الأشجار والحبوب. ويختلف ألوانها وأشكالها باختلاف أنواعها وباختلاف الفصول والمواسم. تمتلك الذكور لوناً أصفر ساطعاً بجبهته السوداء اللون، وأجنحة سوداء وذيل ببقع بيضاء. بينما الإناث تتميز بلونها الأصفر الباهت وجبهتها ذات اللون الأخضر الزيتي. وإضافة لصوته العذب فإنه يمتاز بنشاطه وطيرانه بطريقة لافتة للأنظار. سلوك طائر المقنين. ينشط طائر المقنين خلال النهار، وهي من الطيور الاحتماعية فيما بينها تتناول طعامها على شكل مجموعات، وتكون هذه المجموعات صغيرة نسبياً. وتقضي وقتها في التنقل بين الأدغال أو القفز على الأرض بحثاً عن طعامها. تتزاوج طيور المقنين فيما بينها مع بدء موسم التزاوج، حيث تبدأ الذكور في جذب انتباه الإناث، وذلك بالتغريد والغناء لعدة أشهر قبل أن يحين موعد التزاوج. لا تهاجر طيور المقنين إلى وجهة معينة، بل إنها تعتمد في هجرتها على درجات الحرارة. أي أنها تحاول الوصول إلى أقل مكان سلبية من حيث درجة الحرارة. بيئة عيش طائر المقنين. يعيش طائر المقنين عادة في المناطق الاستوائية أو المعتدلة، ويفضل العيش في الأراضي العشبية والمروج وحواف الغابات والسهول والسافانا. أي أنه يفضل العيش في الأماكن ذات التنوع الغذائي لاحتوائها على مجموعة متنوعة من الشجيرات والأزهار والنباتات المنتجة للبذور والتي تشكل طعاماً له. كما أن طائر المقنين يمتاز بأنه واحد من تلك الطيور القابلة للتفاعل مع البشر، مما يعني مقدرتها على العيش في المناطق الحضرية المأهولة بالسكان. فيمكن رؤيتها في المتنزهات والحدائق والساحات والمراعي والمزارع وغيرها من الأماكن. النظام الغذائي لطيور المقنين. هو طائر نباتي بشكل صارم، إذ إنه لا يتغذى إلا على النباتات فقط على وجه التحديد، وتناول أيضا الحبوب والمكسرات والصنوبر والحبوب الأخرى المماثلة.
وتفضل طيور المقنين خلفية المنازل إذ تعتبر مكانا جيدا للبحث عن العلف كونها أماكن يمكن أن تتواجد فيها أغذية الطيور وبقايا الأطعمة ذات البذور كبذور عداد الشمس وغيرها. حقائق حول طائر المقنين. تمتلك طيور المقنين بعض الخصائص التي تميزها عن غيرها يمكن توضيحها كما يأتي. يتغير لون ريش طيور المقنين بناء على الموسم والفترة الزمنية. فمثلا خلال موسم التكاثر يكون ريشها أصفر لامع وبراق بشكل ملحوظ، لكن مع مرور موسم التكاثر فإنه يتغير إلى اللون البني الفاتح، أي إن طيور الحسون الصغيرة يتغير لون ريشها مرتين في السنة. كحال معظم الطيور، فإن طيور المقنين تعاني مما يعرف الحضنة الطفيلية، وهي الطيور التي تضع بيوضها في أعشاش طيور أخرى وتترك الزوج الآخر ليقوم بوظيفة تربية الصغار. والرغم من أن طائر المقني لا يلاحظ الاختلاف، إلا أن يكون من الصعب على بعض الأنواع الأخرى أن تعيش فقط اعتمادا على البذور فقط. أصدقائي الأعزاء، أتمنى أن يكون كل شيء بخير، وإلى حلقة أخرى إن شاء الله. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في قناة كل شيء في ثواني تشجيعا لنا بنشر المزيد.